تعالوا اقول لكم انا بشوي الفراخ ازاي في البيت بطريقه سهله جدا ونتيجه روعه وطعم خطير. شايفين الجمال؟ مفيش اجمل من كده. يلا نبدا مع بعض. اول حاجه انا بستخدم في الشوي هنا اوراق الفراخ لانها بتكون طريه اكتر من الصدور وبتكون نتيجتها حلوه وما بتاخدش وقت. دي معايا هنا اوراق انا خليها من العظم، وممكن طبعا نخلي الفرارجي هو اللي يخلي الاوراق دي. بعد كده ببدأ افتح اللحم بالسكينة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا يفضل في عملية الشوي الاوراق دي يكون حجمها كبير علشان تبقى طرية وجوسي وكمان ما تنشفش مننا او تتحرق. ولو احنا حابين نخليها في البيت الخلي سهل جدا، انا بس ما صورتش وانا بخليهم. بنفتح بالسكينة مكان العظم لحد ما نخرج العظمة اللي على شكل حرف ال، وبنسيب الجلد زي ما هو مش بنشيله. بعد كده نبدأ نتبل الفراخ. معايا هنا ربع كوباية من عصير الليمون، ربع كوباية من زيت الزيتون او اي زيت نباتي يعني. معايا هنا نص كوباية من مية البصل. انا كنت طبعا قلت لكم قبل كده ان انا لما بعمل الكفتة باخد تفل البصل وبشيل مية البصل في الفريزر بستخدمها في تتبيلة الفراخ واللحم، فانا استخدمت هنا حوالي نص كوباية. معايا هنا كمان ربع كوباية من الخل، دي بالنسبة للسوائل. بعد كده هضيف البهارات. معايا هنا ملح وفلفل، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، سماق، هيل مطحون، كاري، وسبع بهارات. هسيب لكم البهارات في الكابشن عشان لو كنت نسيت اي حاجة ما قلتهاش. هخلطهم مع بعض كويس قوي عشان اضمن ان الفراخ كلها وصلها التتبيلة وكلها اختلطت مع بعض واخدت نفس الطعم. تمام. ممكن طبعا نتبل الفراخ دي قبلها بيوم، وممكن يبقى في نفس اليوم، بس اقل حاجة لازم تقعد في التلاجة حوالي ساعة في التتبيلة. وممكن تتبل وتتشال في الفريزر بالطريقة دي ونطلعها على الشوي على طول. بتدي نتيجة حلوة قوي وما بتاخدش وقت وبيبقى طعمها جميل جدا. تمام كده، هي كده كل الاوراق وصل لها التتبيله حلوه قوي. هبدا اغطيهم ببلاستيك راب وهحفظها في التلاجة. انا طبعا حفظتها ساعه واحده بس واشتغلت فيها على طول. في اكتر من طريقه للشوي عشان نسهل على نفسنا، للي ما عندوش شبكه او جريل زي اللي انا هشوي فيها ممكن يشوي في اي طاسه ما تكونش بتلزق اللي هي نون ستيك على النار، او ممكن نحطها في صينيه تحت الشوايه في الفرن. واللي عنده شبكة زي دي طبعا اكيد بيستخدمها يعني في الفراخ واللحمة. فهبدأ ارص معاكم الفراخ. طبعا نفردها كويس جدا، ما نسيبش فيها حتت مكلكعة ولا مش مفروضة كويس عشان نضمن ان الحرارة هتوصل لجميع الاجزاء وهتسوي بسرعة. ممكن نستعمل غير الاوراق الصدور، بس تكون الصدور متقطعة شرايح زي اللي احنا بنستخدمها للبانيه. تمام كده، رصيت الفراخ كويس وضمنت ان هي كلها مفرودة. هبدأ اقفل الشبكة بتاعتي واحطها على الجريل. الجريل دي طبعا بتاعتي المعتادة بشوي عليها لحوم او فراخ، وكنت قبل كده نزلت لكم فيديو للطرب عليها. بصراحة هي ممتازة جدا، وكان في كذا حد سألني عن النوع بتاعها. النوع بتاعها ظهر. اول حاجة هعملها طبعا ان انا هشغل الشفاط عشان طبعا الدخان اللي بيخرج. ميزة الفراخ دي طبعا انا ما بضيفش عليها بقى اي زيت على الجريلا خالص. بعتمد على ان الجلد بتاع الفراخ طبعا بيبدأ يسيح فبينزل الدهون بتاعته. زائد طبعا احنا لما تبلنا الفراخ حطينا لها زيت زيتون او زيت نباتي، فما بنضيفش اي زيوت تانية خالص للجريل. في الوقت اللي بتتشوي فيه الفراخ هبدأ اجهز المكرونة. انا هقدمها مع مكرونة سباكيتي وصلصة طماطم. من وقت للتاني طبعا هنبدأ نقلب الشبكة ونتابع الفراخ على كل جنب شوية. تمام. شايفين كده هي قربت تستوي ومتاخدش وقت خالص، ما بتاخدش ربع ساعة على النار وبتكون جاهزة. عايزة اقول لكم ان ريحتها تحفة، التتبيلة عاملة ريحة خطيرة. ممكن كمان نشوي على الفحم للناس اللي عندها شواية فحم. طبعا هنتبل الفراخ بنفس الطريقة ونحطها على الشبكة، بس طبعا مكان الجريل والبوتاجاز هتبقى شواية الفحم. مهما كان الشوي في البيت الناس كتير قوي بتستصعبه، الا انه انضف من بره كتير. واهم حاجة طبعا يكون في شفاط عندنا في المطبخ عشان يظبط الدنيا. هجهز الصلصة على السريع. معايا هنا معلقتين من الزيت، هضيف عليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، واول ما الثوم يتحمر هضيف له عصير الطماطم. اقلبهم كويس وهضيف لهم فلفل اخضر حار. وبالنسبة للبهارات معايا ملح وفلفل وزعتر وقرفة. هقلبها كويس قوي واسيبها تتسبك. كده الفراخ استوت. شايفين بقى الجمال؟ مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ايه، خطيرة بجد.
شوية حركات بقى كده. مش عايزة حد يقلق من النار دي ويحسب ان الفراخ متحرقتش ولا حصلها اي حاجة. وطبعا زي ما انتوا شايفين الطبقة اللي فوق دي طبقة الجلد اتحمرت شوية بس. بالنسبة للمكرونة انا طبعا سلقتها وبعد كده غسلتها وبعد كده برجعها الحلة تاني مع معلقة كبيرة من السمنة البلدي وبحط لها ملح وفلفل وبقلبها كويس قوي عشان انا مش بحب اخلط الصلصة مع المكرونة. ودي الفراخ بعد ما اتشوت، بصوا جميلة قد ايه، محمرة حلوة قوي ومش ناشفة وطرية جدا وجوسي وما خدتش ربع ساعة على النار. بصوا الناس اللي كانت قلقانة من شكل النار وتخيلت ان الفراخ اتحرقت، ما اتحرقتش هي شوية حركات بس كده. لان طبعا قلتلكم الجلد بينزل دهون على الجريل فبيدي شكل النار دي. بصوا جميلة قد ايه، والله طعمها خطير. الناس اللي بتشتغل ممكن تشوي كمية من الأوراق وتشيلها في الفريزر وتطلعها على التسخين على الميكرويف على طول، هتبقى سهلة جدا وبتطلع كأننا لسه شوينها. وممكن نقدمها مع سباجيتي وصلصة أو مكرونة بالبشاميل أو عيش وطحينة وطبعا معاهم سلطة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي أول مرة يشوفني أنا شيري إمام. دمتم بصحة وهنا.